السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدينا كالعادة داخلين على الحبيب صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، واوعى تنسى التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أولا وحشني جدا، بحبكم في الله. ويا ترى أخباركم إيه مع ربنا سبحانه وتعالى، وأخبار قلوبكم مع ربنا إيه، وأخباركم إيه مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف بقى لما دخلنا على النبي ليلادي لقيناه قاعد مع مين. دخلنا على الحبيب صلى الله عليه وسلم لقيناه قاعد مع الصحابي الجليل أبي بن كعب. أبي بن كعب، والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن. فلما دخل عليه أبي بن كعب فقال له: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، يعني أريد أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ في ساعة في الليل كده يا رسول الله بقعد أذكر ربنا فيها سبحانه وتعالى، أجعل لك قد إيه من الوقت أصلي عليك؟ أجعل لك الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. لو عايز تصلي عليا في الساعة ديت ربعها خير كويس جدا، بس لو حبيت تزود هو خير ليك أنت. قال: طيب الثلث؟ قال له: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال له: النصف؟ فضل يعني يزود لحد ما في الآخر خالص قال له: إذا أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فماذا قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال له: إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. الله أكبر. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان اللي عايش في الهموم اللي احنا عايشينها اليومين دولت، الهموم والآلام والأحزان والكروبات اللي الناس عايشة فيها، صدقوني من بين أسباب، بل من أهم أسباب تفريج الكروبات كثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمثل اللي بيقول: اسأل مجرب ولا تسألش طبيب، وأنا بقول لحضرتك اسأل مجرب واسأل طبيب برضه عشان ما يقطعش أرزاقهم يعني. فالإنسان لابد أنه يعلم من خلال، لا أقول التجربة فقط، لكن من خلال اليقين في الله سبحانه وتعالى، ثم التجربة بعد ذلك. صدقوني ما وقع الإنسان في هم فأكثر من الاستغفار والتوبة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ربنا سبحانه وتعالى يفرج همه وكربه بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. والذنب في حد ذاته هم كبير جدا، لأن الذنب دوت لو كان الإنسان عنده هموم من هموم الدنيا، فهموم الدنيا كده كده إن لم تزل عن الإنسان فالإنسان سيزول عنها ويلقى ربه عز وجل. أما الذنوب فيعني ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، تجلب الهم للقلب في الدنيا وتجلب النار في الآخرة. ربنا يعافينا ويعافيكم، فإن لم يتب منها الإنسان ويعود إلى ربه سبحانه وتعالى. عشان كده لقاء الليلة بعنوان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو من كل إخواني وأخواتي وكل حبايبي اللي قاعدين قدامي اللي والله بحبهم في الله، أرجو أن لسان حضراتكم طول الحلقة وبعد الحلقة لا يفتر عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيبوا هذا المجلس وعطروا هذا المجلس بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. خلوا أورادكم زي ما بتقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، زي ما بتقول سبحان الله العظيم وبحمده، زي ما بتقول أستغفر الله، كتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نبدأ الموضوع من أوله، بس كالعادة برضو تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اوعى تزهق من كثرة الصلاة على النبي، لأن أنا النهاردة هذكر لك 15 ثمرة من ثمرات وفضائل الصلاة على النبي، هخليك ورب الكعبة لا تفتر لحظة إن شاء الله عن الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. عايز أقول يا جماعة في البداية، أكيد إن النبي صلى الله عليه وسلم مكانته في قلب كل مسلم ما فيش أغلى من كده. ما فيش حد في الدنيا عندنا بعد ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش حد عندنا أغلى من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهو النبي قال كده كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. وفي الرواية حديث اللي رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، والله
والله لأنت أحب إلي من نفسي ومالي وولدي ومن الناس أجمعين، وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما ذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونزل قول الرب العلي سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. مفيش حد في قلوبنا أغلى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي له حقوق كثيرة جدا علينا. طبعا من بين تلك الحقوق أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يسأل سائل سؤال مهم جدا جدا: أيهما أغلى في قلب العبد، الأب والأم الوالدين ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ والجواب معروف مش محتاج كلام، طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بنقولها بلا تردد ولا تلعثم ولا خجل. طبعا النبي أغلى عندنا بالدنيا كلها، أغلى عندنا من أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا بل وأنفسنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم. وعايز أقول لحضراتكم بقى معلومة جميلة قوي. معلومة يا جماعة إن المؤمن والكافر يشتركان في ميلاد واحد. معروف المؤمن والكافر الاثنين بينزلوا من بطن الأم، ده ميلاد واحد. لكن المؤمن بيتولد مرتين، يبقى الكافر بيتولد مرة والمؤمن بيتولد مرتين. الكافر بيتولد حين ينزل من بطن أمه، ودي بيشترك فيها مع المسلم والكافر، الاثنين بيشتركوا مع بعض في الميلاد الأولاني دوت. أما الميلاد الثاني فينفرد به العبد المؤمن الذي رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، اللي هو ميلاد الإنسان من الكفر إلى الإيمان لو ما كانش مسلم، ومن المعصية إلى الطاعة لو كان مسلم بس عاصي، ومن الطاعة إلى الطاعات التي هي أكثر، يعني أنه يتزود أكثر وأكثر. ومن الذي كان سببا في الميلاد الثاني؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله لنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور. يبقى إذن لو أنا ما كنتش مسلم فالنبي كان سبب في إن أنا أكون مسلم. طيب لو كنت مسلم بس عاصي، النبي كان سبب في إن هو يدلني على التوبة وعلى طريق ربنا سبحانه وتعالى. طب لو كنت مانيش عاصي ولكني مقصر، فالنبي بيوصلني لمرحلة أو بيدلني على مرحلة إن أنا أكثر من الطاعة وأكثر من أي حاجة تقربني من ربنا سبحانه وتعالى. فهذا الميلاد الثاني كان السبب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد تقدير المولى عز وجل سبحانه وتعالى. فالنبي له فضل علينا أعظم 1000 مرة من فضل الأب والأم. الأم حملتني في بطنها وخلفتني ورضعتني وأكرمتني لكن النبي أنقذني من نار جهنم وكان سبب دخولي جنة الرحمن سبحانه وتعالى. برضه ممكن واحد يسأل سؤال تاني طبعا، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. واحد يقول: طيب هو مش ربنا سبحانه وتعالى ذكر بر الوالدين بعد عبادة المولى عز وجل مباشرة؟ قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يبقى ازاي حق النبي اعظم من حق الوالدين اذا كان ربنا ذكر الوالدين بعديه مباشرة؟ اي نعم، المولى عز وجل ذكر الوالدين بعد حقه مباشرة، لكن خدوا بالكم من حاجة يا جماعة: حق النبي مقرون بحق الله سبحانه وتعالى. ربنا قال كده: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى طاعة الرسول هي من طاعة الله سبحانه وتعالى، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو طاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان لا يقبل منه عمل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. إخلاصك لله سبحانه وتعالى ومتابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يبقى الجزء الأول من الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يتناول أمرين: يتناول طاعة ربنا سبحانه وتعالى ويتناول اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هي دي العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والظاهرة والباطنة دي كلها من الذي جاء بها ومن الذي علمنا إياها؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تعالوا نقف مع الآية الجميلة التي تتكلم عن فضل الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا مؤمنين. ولذلك ابن مسعود يقول: إذا سمعت هذا النداء يا أيها الذين آمنوا فأصغ له سمعك فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. على طول كده أول ما تقرأ في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، سمعنا وأطعنا يا رب، أمرني
إن ربنا بعدها إما أن يأمرك بخير تفعله، وإما أن ينهاك عن شر تبتعد عنه. يا أيها الذين آمنوا إن الله المولى عز وجل في آيات كثيرة يقول يا أيها الذين آمنوا. هنا بقى بيقول بقى المولى عز وجل أخر كلمة يا أيها الذين آمنوا بعد أن ذكر المنقبة العظيمة التي جعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر الذين آمنوا. قال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، وبعدها مباشرة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة بيقول كلام فيما معناه إن المولى عز وجل المقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، أنه المولى عز وجل سبحانه وتعالى يصلي على النبي، بل وكل الملائكة يصلون على النبي. ثم أراد الله عز وجل أن يجمع الثناء والصلاة على النبي ما بين السماوات وما بين الأرض، فأمر عباده المؤمنين اللي هيطيعوا رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، حتى يجتمع الصلاة على النبي في السماء والأرض، ويجتمع الثناء على النبي في السماء والأرض. وإن كان شتان ما بين صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم وما بين صلاة المولى عز وجل على النبي وما بين صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عدد الملائكة التي تصلي على النبي قد إيه يا جماعة؟ شيء لا يخطر على قلب بشر. لما ربنا يقول إن الله وملائكته، ولم يستثني ملكا في السماوات ولا في الأرض، الملائكة مش في السماء بس، الملائكة موجودة في السماء وموجودة في الأرض، وإلا فإحنا لينا ملكين، ملك بيكتب حسنات وملك بيكتب سيئات، وهناك ملائكة أخرى يسيحون في الأرض يلتمسون حلقات الذكر، وهناك ملائكة يحفظون الإنسان بأمر الله سبحانه وتعالى، وهناك ملائكة كثيرة جدا موجودة في الأرض وما بين الأرض والسماء وفي السماوات السبع بفضل الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى عرفنا إن ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه يصلي على الحبيب المصطفى، وفوق ذلك والملائكة وبعد ذلك والملائكة أيضا كمان يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الملائكة دي أكتفي بذكر حديثين فقط بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بيقول كما في الحديث الذي رواه مسلم إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. الله أكبر. خلق الملائكة يا جماعة كان قبل خلق آدم عليه السلام، وخلق آدم عليه السلام ده من ملايين السنين. طيب خلق الملائكة كان قبل خلق آدم عليه السلام. من يوم ما خلقت الملائكة كل يوم في السماء السبعة فقط، مش في السماوات السبع، في السماء السبعة فقط، لأن البيت المعمور ده القبلة اللي اتعملت مخصوص لأهل السماء السابعة. موجودة فين؟ قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال البيت المعمور في محاذاة أو بمحاذاة الكعبة الأرضية التي بمكة المكرمة، فلو سقط البيت المعمور لسقط فوق الكعبة. يبقى هو في مكان في مركز متوسط جدا في السماء السابعة، زي ما مكة والكعبة على وجه الخصوص هي مركز الكرة الأرضية، فكذلك البيت المعمور هو مركز السماء السابعة. بيقول كل يوم منذ خلق الملائكة كل يوم 70,000 ملك يخشوا البيت المعمور ويخرجوا، وبعد ما يخرجوا ما يرجعوش تاني يوم 70,000 غيرهم، ثالث يوم 70,000 غيرهم، منذ خلق الملائكة إلى قيام الساعة. قد إيه عدد ملائكة السماء السابعة؟ لا يمكن يخطر على قلب بشر. طيب وقد إيه ملائكة السماوات السبع؟ برضه لا يمكن أن يخطر على قلب بشر. ولذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن مردويه بسند صحيح، قال أطت السماء، يعني أنت وعانت، وحق لها أن تأط، ليها حق إنها تعاني، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. كل الملائكة دولت في السماوات السبع ما في موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، وكل هؤلاء يصلون على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم ثنى بعد ذلك الحق جل وعلا وقال يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا مؤمنين، يا اللي بتحبوا ربنا، يا اللي بتتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، يا اللي حارسين على الخير، يا اللي نفسكم تخشوا الجنة، يا اللي نفسكم ربنا ينجيكم من النار، يا اللي نفسكم ربنا يمتعكم في الدنيا وفي الآخرة، صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب عرفنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي ندعو له بالسلامة،
ندعو له بالسلامة في حياته وبعد وفاته. طب السلامة في حياته تكون إزاي؟ السلامة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تكون سلامة النبي صلى الله عليه وسلم من الآفات الجسدية والمعنوية، إن ربنا يسلمه في جسده، يسلمه في علمه، يسلمه في زوجاته، في أولاده، يسلمه في شريعته، فلا يستطيع إنسان أن هو يحرف فيها أي شيء، يسلمه في دعوته صلى الله عليه وسلم. هي دي التسليم المعنوي. طب وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسلمه سلامة في الأمور المعنوية والجسدية. طب في الأمور المعنوية إيه؟ إنه يسلم شريعته من التحريف ومن الزيغ، ومن إنه يسلط على الشريعة عياذا بالله من يضع فيها أي شيء يشين هذا الشرع، أو إن هو ينتقص من القرآن أو ينتقص من السنة أو يبدل أو يحرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قل لي طب الذكر هنا القرآن؟ أقول لك لا، الذكر هنا هو القرآن والسنة. ما الدليل على ذلك؟ الآية دي في سورة الحجر، الآية الثانية في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى أنزلنا إليك الذكر اللي هو السنة، ليه؟ لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. فالسنة موضحة للقرآن، وإلا القرآن يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة. كيف أقيموا الصلاة؟ ليس هناك آية في القرآن توضح إقامة الصلاة كيف تكون، عدد الركعات، كيف أتوضأ، كيف أتيمم. كل هذا مذكور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن وحي والسنة وحي. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يبقى السلامة في سلامة النبي بعد موته سلامة جسدية، إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ جسد النبي صلى الله عليه وسلم من أن تناله الأيدي العابثة. إن إنسان يوصل لجسد النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنه عياذا بالله يخطف جسد النبي، أو إنه يؤذي جسد النبي عليه السلام بعد وفاته، مستحيل. ربنا سبحانه وتعالى حفظه من ذلك. طب والسلامة المعنوية إن ربنا يسلم شريعته. وقد ورد في قصة عجيبة جدا ذكرها بعض أهل العلم عن القائد المجاهد الكبير نور الدين محمود، على اسم ابن نور الدين محمود، ربنا يحفظ الجميع يا رب العالمين. القائد العظيم نور الدين محمود كان ليه قصة عجيبة جدا، طبعا صححها بعض أهل العلم وضعفها بعض أهل العلم، وهذا من باب الأمانة العلمية التي اتفقنا عليها. إن نور الدين محمود كان في بلاد الشام، وفي يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي كان نايم، فرأى رؤيا إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا محمود أنقذني. يا محمود أو يا نور، نور الدين محمود قال له: يا نور أنقذني. فإذا به يستيقظ، وبعدين خاف لحسن يكون مجرد يعني كده يعني حاجة أضغاث أحلام. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية قال: يا محمود أنقذني. فخشي أن يكون في حد بيتعرض لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فراح واخد بعضه كده ومعاه بعض الوزراء اللي معاه والحاشية، وراحوا طالعين على المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فلما وصلوا هناك راح منادي على أعيان المدينة، الوالي بتاع المدينة والناس اللي حواليه، قال لهم: غدا كل أهل المدينة معزومين عندي على الطعام. يعني اجمع لي كل الناس، ما تخليش حد قاعد في بيته، كل الناس معزومة عندي على الأكل. وبعدين نور الدين محمود شاف في الرؤية اللي شافها دي، شاف شكل الرجلين كده، يعني الاثنين كده، يعني واضح ان هم من بلاد رومية. وبعدين شاف شكلهم وعرف ان الاثنين دولت بينبشوا عشان يوصلوا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راح هناك دعا الناس كلهم، فبص في وجوه الناس فما لقاش الراجلين اللي هم اللي هو شافهم في المنام. وبعدين سأل: يا جماعة ما فيش حد تاني؟ انتوا جبتوا كل الناس؟ قالوا: كل الناس موجودة ما عدا 2 من العمال شغالين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم: هاتوا لي الاثنين دول. فجابهم، فشافهم، لقاهم هم اللي ظهروا له في الرؤية وهم بينبشوا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجابهم، وبعد الضغط عليهم وبعد التحقيقات أقروا إن أحد الملوك أرسلهم لسرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وعرف فعلا إن هم حفروا يعني سرداب كده تحت الأرض عشان يوصلوا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ما يوصلوا لقبر النبي بحوالي 5-6 متر، الحمد لله تم القبض على الاثنين وتم إعدام الاثنين. وقام نور الدين محمود عليه رحمة الله سبحانه وتعالى، وقام حول قبر النبي، وراح نازل بالأرض مسافة طويلة جدا، وصب حوالين قبر النبي صلى الله عليه وسلم النحاس والرصاص والرخام حتى لا يصل إنسان على وجه الأرض إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فده كان من حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ جسد النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه من الآفات الجسدية والمعنوية في حياته وبعد مماته. تعالوا نكمل مع بعض فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكيد طبعا حضراتكم هتقولوا والله يا شيخ محمود يعني كده أنت شجعتنا وسخنتنا بقى عشان نكتر من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب افتح لي الكتالوج بقى، عرفني فضائل وثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صدقوني قبل ما افتح الكتالوج بقى وأقول لكم فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوني مهما أوتينا من علم ومهما تحدثنا عن فضل الصلاة على النبي لن نوفي النبي حقه صلى الله عليه وسلم. لكن حسبنا بس ان احنا نقف على 25 ثمرة من ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ بسرعة كده عشان الوقت ما يجريش. أول حاجة من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. مين اللي أمرنا ان احنا نصلي على النبي؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا صلينا على النبي فقد أطعنا الرب العلي سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى أول حاجة أنا لما بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنا أوافق أمر الله سبحانه وتعالى وأنفذ أمر الله سبحانه وتعالى وأوافقه سبحانه وتعالى في صلاتي على النبي. وإن كان صلاتنا إحنا للنبي عليه السلام دعاء وسؤال، وصلاة المولى عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء وتشريف. فرق كبير جدا بين دعاء وسؤال وبين ثناء وتشريف في المولى عز وجل. وبعدين فوق ده كله كمان بقى لسه بقى هقول لك دلوقتي كمان لما تصلي على النبي هيحصل لك إيه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. رقم 2 موافقة، يبقى أول حاجة امتثال لأمر الله، تاني حاجة موافقته سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي. يبقى رقم 1 امتثال لأمر ربنا، ربنا أمرني أصلي عليه فلما بصلي عليه أنا كده بمتثل لأمر الله. الحاجة التانية موافقة المولى عز وجل في الصلاة على النبي. الله جل وعلا حبيبي سبحانه وتعالى يصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم، فأنا لما أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنا كده وافقت أمر المولى عز وجل ووافقت أن المولى عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أصلي مثل ما يصلي المولى عز وجل. وكما قلت لحضراتكم فرق كبير بين صلاتي أنا على النبي وبين صلاة المولى عز وجل على النبي. هنا صلاتنا دعاء وسؤال، وهنا صلاة المولى عز وجل ثناء وتشريف. رقم 3 إن هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دي أداء يا جماعة لأقل حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. لو هنتكلم على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم يمكن بفضل الله سبحانه وتعالى مش هنعرف نخلص، يعني نقعد نتكلم كده على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. يمكن أوردت ذلك في كتاب موسوعة الحقوق الإسلامية فصل كامل عن النبي صلى الله عليه وسلم، حق النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها ما لا يقل عن حوالي مثلا 30 حق للنبي صلى الله عليه وسلم. من بين الحقوق ان انت تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما عملنا ومهما صلينا على النبي ومهما عملنا ومهما اتبعنا النبي لن نوفي النبي حقه صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا جعله سبب لخروجنا من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان، من ظلمات المعصية إلى أنوار الطاعة، من التقصير في الطاعة إلى كمال الطاعة أو إلى البذل والجهد في الطاعة. كل هذا كان بسبب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 4 حصول 10 صلوات من الله عز وجل على المصلي على النبي. الله، الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. الله أكبر. تخيل حضرتك لو كان المسألة يعني الثواب أو الجزاء من جنس العمل، أنا صليت عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة، خلاص ربنا هيكرمني ب10 حسنات. لا، طب مقام النبي أعلى من كده، خليهم 100 حسنة. لا، أعلى بكتير بجد. 100 حسنة إيه؟ طب خليها 1000 حسنة، 1,000,000 حسنة. مش كفاية، لأن النبي غالي قوي عند ربنا، فربنا جعل له ثواب مخصوص. يقول لك الحسنة هنا ب10 أمثالها، في الصدقة ب700 ضعف، في الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال لك بقى في أمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جعل لها الثواب غير الحسنات. بيقول لك الحسنات مش كفاية، لا ده أنا عايز أديك ثواب بأن أنا أشرفك بذاتي سبحانه وتعالى، بأن أنت لما تصلي على نبي مرة واحدة أنا في عليائي من فوق 7 سماوات هصلي عليك يا عبدي يا فقير، هصلي عليك 10 مرات. والله العظيم لولا صحة النصوص كان الواحد عقله دوت يعني أقول إيه ما يصدقش الكلام ده خالص. معقولة؟ مش ممكن أنا أصلي على النبي مرة فربنا سبحانه وتعالى في عليائي يصلي عليه 10 مرات؟ أي نعم، بنص الحديث الذي رواه مسلم. طيب
الثمرة رقم 5 و6 و7، 3 ثمرات مع بعض في حديث واحد، إن ربنا سبحانه وتعالى لما أنت تصلي على النبي مرة يرفعك في الجنة 10 درجات، ويديك 10 حسنات، ويغفر لك 10 سيئات. ما الدليل على ذلك؟ خذ الحديث، رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا متعمد أقرأ لك بقى الحديث عشان تشوف بقى إيه ألفاظ الحديث عاملة إزاي. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي فقال لي: من صلى عليك من أمتك صلاة واحدة كتب الله له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. أعيد الحديث، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح: أتاني آت من عند ربي فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة واحدة رفع الله له أو كتب الله له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له في الجنة 10 درجات، ورد عليه مثلها. يبقى مجرد ما أقول كده إيه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، في اللحظة اللي أنا قلتها دي والله يقينا والله العظيم أنا دلوقتي خدت 10 حسنات، وحضرتك أكيد لما ترد ورايا هتاخد برضه. خدت 10 حسنات، اتغفر لي 10 سيئات، اترفع لي في الجنة 10 درجات، وربنا سبحانه وتعالى رد علي مثلها. الله أكبر. رقم 8: أنه يرجى إجابة الدعاء إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بدأت بالصلاة على النبي وختمت بالصلاة على النبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الديلمي في مسند الفردوس بإسناد حسن: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي. اسمعوا يا جماعة، كل دعاء محجوب، مش بيوصل حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه حب ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، شفت قد ايه قدر نبينا عند ربنا سبحانه وتعالى. كل دعاء وكل ديت كما يعلم علماء اللغة العربية هي من أقوى ألفاظ العموم. كل الأدعية كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح أن النبي في يوم من الأيام شاف واحد كان عمال بيدعي ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. عجل يعني تعجل، ليه تسربعت كده؟ ليه سرعت؟ انت في حاجات معينه وفي اداب لازم تلتزم بها عند الدعاء. من بين اداب الدعاء ومن بين اسباب استجابه الدعاء ومن بين اسباب رفع الدعاء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا هذا إذا صلى أحدكم، إذا صلى هنا بمعنى إذا دعا، لأن الصلاة دعاء. قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه. يبقى أول ما تيجي تبدأ الدعاء تبدأ بأنك تحمد ربنا وتثني عليه. اللهم لك الحمد أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت الله الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اقعد تثني على ربنا سبحانه وتعالى كده، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. ده لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حد فيكم حب يدعو وعايز ربنا يستجيب دعاءه سبحانه وتعالى، رقم 1 يا حبايبي، رقم 1 يعني إيه؟ تحمد المولى عز وجل وتثني على الله. رقم 2 تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تدعو. فإذا ما دعوت، دي بقى من عندي بقى، واخد بالك، لكن لها أساس بقى في السنة، إن أنت بعد ما تخلص كمان اختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولن يضيع الله دعاء بين صلاتين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 9 و10 غفران الذنوب أو سبب لغفران الذنوب وكفاية العبد من كل ما أهمه. وده الحديث اللي احنا بدأنا بيه الدرس الليلة دي، لو تفتكروا حضراتكم حديث أبي بن كعب، الحديث اللي رواه الترمذي بإسناد حسن، لما قال له: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال له: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. لما قال له في الآخر خالص قال له: إذن أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. النبي رد عليه قال له: يا جماعة فاكرين؟ قال له: إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. يبقى أنت لما تشغل لسانك وقلبك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى من رحمته، من كمال رحمته سبحانه وتعالى، يغفر لك ذنوبك ويكفيك همومك. حد ما عندوش هم النهارده؟ ده النهارده ربنا يا رب يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد ديون المسلمين، وأن يوسع أرزاق المسلمين يا رب العالمين. الناس النهارده مليانة هموم. الهموم ديت من ضمن أسباب تفريجها كثرة الصلاة على النبي بنص الحديث والله. إذن يكفيك الله همك. لو عندك هم صل على النبي.
لو عندك ذنب صلى على النبي واستغفر. الله أكبر. يبقى إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. رقم 11، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للفوز بمحبة الله عز وجل ورضوانه ورحمته، لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب من أحب النبي، ويحب من صلى على النبي، ويحب من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب قول القائل: حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدوي. فاللي يحب النبي ربنا يحبه، واللي يصلي على النبي ربنا يحبه، واللي يتبع النبي برضه ربنا يحبه. يبقى أنت لما تصلي على النبي لازم هتفوز بمحبة ربنا سبحانه وتعالى. رقم 12، إن الصلاة على النبي، شوف أنا عمال بذكر لك مناقب وفضائل وثمرات قد إيه، شيء عجيب جدا يا جماعة. 25 ثمرة، وأنا بختصر والله، وإلا في كتاب يعني جلاء الأفهام في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الإمام ابن القيم، في يعني حاجات كتيرة جدا، كان اخترت لك الصحيح الذي ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الثمرات إن صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لصلاة الملائكة عليك. الله أكبر. يعني أنا لما أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الله يصلي علي، وكمان الملائكة كمان يصلوا عليك. من الذي قال ذلك؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي، فليقل من ذلك أو ليكثر. بيقول طول ما انت بتصلي عليا، طول ما انت شغال في الصلاة عليا كده، الله عز وجل بيصلي عليك. طبعا احنا قلنا في حديث تاني: والملائكة تصلي عليك. طول ما انت عمال بتصلي على النبي الله عز وجل يصلي عليك، والملائكة تصلي عليك. يقول لك ما دام يصلي علي فليقل من ذلك أو ليكثر. قلل بقى أو كتر. شوف بقى عايز ربنا يصلي عليك قد إيه وصلي على النبي، وشوف عايز الملائكة تصلي عليك قد إيه وصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 13، وده برضو ثمرة جميلة قوي. يوم القيامة يا جماعة من ضمن أسماء يوم القيامة أنه يوم الحسرة. ربنا سمى كده: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة هم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يبقى من ضمن أسماء يوم القيامة، وطبعا أسماء يوم القيامة كثيرة جدا لأهمية هذا اليوم ولخطورة هذا اليوم. فمن ضمن أسماء يوم الحسرة، لو عايز تنجو من حسرة يوم القيامة صل على النبي. والله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم في 4 أحاديث، هختار لكم حديث واحد فقط، والأربعة فيهم معاني جميلة، بس هكتفي بواحد. حديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في مجلس ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان ذلك المجلس ثيرة، أي حسرة عليهم يوم القيامة. لازم أعيد الحديث دوت، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول لك مفيش حد هيقعد في مجلس، يعني انت قاعد مع قرايبك، مع اخواتك، مع زوجتك وولادك، مع اصحابك، مع اي حد، مجلس علم، اي حاجة، ما من قوم يجلسون مجلسا ثم يقومون ولم يذكروا الله ولم يصلوا على رسول الله إلا كان ذلك المجلس طيرة، أي حسرة عليهم يوم القيامة. تيجي يوم القيامة قعدت في الدنيا كم مجلس؟ قعدت يا رب في حدود مثلا 500,000 جلسة، يعني قعدت النهارده مع ده وبكره مع ده، وفي يوم واحد ممكن اكون قعدت مع اكتر من مجموعه، واخد بالك، كنت قاعد مع زوجتي واولاده، وبعدين رحت لقرايبي، وبعدين رحت لاصحابي، وبعدين كنت في الشغل. المجلس ده لو انت في الشغل وانت في عز ما بتتكلم في الشغل قول لهم كده: اذكروا الله، صلوا على النبي قبل ما نتفرق، عشان المجلس ده ما يكونش علينا حسرة يوم القيامة. قاعد مع زوجتك وولادك وبتتكلموا في الأكل والشرب والفسح اذكروا الله، صلوا على النبي في وسط الكلام، واخد بالك، عشان المجلس ده ما يبقاش حصر علينا يوم القيامة. رايح لزمايلك أو قاعدين في مكان، مجتمعين في شركة، قول لهم ما ننساش قبل ما نقوم نذكر ربنا ونصلي على النبي، عشان الجلسة دي ما تكونش علينا حسرة يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ما ترك من خير إلا وقد دلنا عليه، وما ترك من شر إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. رقم 14، لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عنك ذلك اسم البخيل. عارف أصل البخل ده أنواع، من ضمنها البخل بالمال، ومن ضمنها البخل بالعواطف، ومن ضمنها البخل بالكلمة الجميلة، ومن ضمنها البخل بالبسمة الحلوة. وأشد أنواع البخل إن أنت تسمع اسم النبي وما تصليش عليه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح: البخيل، عين البخيل، هو البخيل بعينه، خد بالك، ما قالش إيه يعني قد يكون هناك بخيل، قال لك البخيل
فازاي؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. مش عايزين نبقى بخلاء، عايزين نبقى كرماء ان شاء الله في الدنيا عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله في الاخره. يبقى البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رقم 15، الثمرة رقم 15، إن صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لعرض اسمك على النبي صلى الله عليه وسلم. هيتعرض اسم حضرتك على النبي، هيتقال له بالاسم فلان الفلاني بيصلي عليك يا رسول الله. الأستاذ فلان بيصلي عليك، مش هيتقال بقى الأستاذ، قال فلان الفلاني بيصلي عليك يا رسول الله. نسمع الدليل، اسمع الدليل بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. وزي ما قلت لحضراتكم شرطينا في الحلقة الجميلة ديت، طول الحلقة كده لساننا لا يفطر عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صدقوني هتلاقيها بعد كده بقت كده ايه، عاده، بقى طابع في الانسان كده طول ما هو قاعد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. والله العظيم هتلاقي قلبك كده بينشرح، هتلاقي نفسك سعيد، هتلاقي نفسك مبسوط، هتلاقي السعاده ربنا بيسكبها في قلبك، هتلاقي نفسك قريب قوي من النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي نفسك قريب قوي من ربنا سبحانه وتعالى. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الديلمي بإسناد حسن: أكثروا من الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة. الله، إيه رأيكم؟ تيجي دلوقتي مع بعض، والله بالله عليكم دلوقتي حالا نقول مع بعض: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. فيتقال دلوقتي حالا للنبي صلى الله عليه وسلم في قبره صلى الله عليه وسلم، الملك يقول له: جمهور الليلة في بيت النبي بيصلي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أنا مش بهزر ولا بمزح، ده نص الحديث. فيقول الملك: يا محمد إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة، دلوقتي حالا بيصلي عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. الحديث الثاني رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملكا أعطاه الله سمع العباد، فليس من أحد يصلي علي إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه 10 أمثالها. يقول في ملك ربنا أعطاه أسماع العباد، كل العباد بيسمعهم في وقت واحد، ده ملك مخصوص لفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد لو 1,000,000 واحد صلوا على النبي في لحظة واحدة، يسمع من 1,000,000 ويبلغ النبي 1,000,000 صلوا عليك بأسمائهم. تقول لي إزاي؟ دي كيفية بقى لا نعلمها، لأن أمور الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره صلى الله عليه وسلم، وأمر الآخرة ده أمر عظيم جدا لا نعلم مواصفاته أبدا ولا نعلم تفاصيله، لأن أمور الدنيا حاجة، أمور الآخرة حاجة تانية تماما يا جماعة. ولذلك لما تعوز تصلي على النبي يا جماعه خدوا بالكم الحته دي، صلي على النبي في اي مكان، مش لازم تروح مسجده، مش لازم تروح قبره عشان تصلي عليه، في اي مكان ورب الكعبه صلاتك هتوصل على النبي صلى الله عليه وسلم، هتوصله في اي مكان. ايه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولن استدل الا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حيثما كنتم فصلوا علي. في اي مكان يا مسلمين، قدامي دلوقتي قاعد قدامي ناس من ايطاليا وفرنسا وبلجيكا وامريكا واستراليا والهند والصين واليابان ومصر والسعوديه وكل دول العالم. حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نكمل مع بعض ثمرات وفضائل وأقول إيه، مش عارف أقول إيه يعني، وجمال فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا الثمرات الجميلة العظيمة لفضل الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عايز أقول لحضراتكم احنا ذكرنا لحد دلوقتي تقريبا حوالي 15 ثمرة من ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفاضل لنا 10 ثمرات. شفتوا قد ايه ثمرات كثيرة ذكرناها، ثمرات لا تخطر على قلب بشر. محتاجين ان احنا، اتمنى لو حد من حضراتكم ان شاء الله بعد ساعتين او بكره حتى ياخد الحلقه اما من على الموقع الرسمي لقناه اقرا او الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري، اكتب بس العناصر، اكتب بس فقط العناصر، وتذكر كده فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اخر عنصر ذكرناه من شويه، قلنا ان انت لما بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
في ملك مخصوص بيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم اللي صلى عليه باسمه، يقول له فلان ابن فلان بيصلي عليك الآن. وإيه بقى، مش في أي وقت، مش يقول له مثلا صلى عليك امبارح، لا بيصلي عليك دلوقتي الساعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في معنى بقى جديد كمان وفي منتهى الروعة والثمرة جميلة قوي. ايه رأي حضرتك لما انت دلوقتي قلت اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، حالا الملك قال له يا رسول الله محمود المصري بيصلي عليك، الاستاذ احمد بيصلي عليك، الاستاذ فلان، الاستاذ اسلام مخرجنا الجميل بيصلي عليك، فلان الفلاني بيصلي عليك. طب تخيل بقى لما يتقال لك بقى في نفس اللحظه، او بيتخيل لك طبعا لان انت طبعا ايه متاكد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل بقى لما تعلم يقينا ان النبي كمان رد عليك. الله، معقول الكلام ده؟ يعني انا لما اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ملك مخصوص هيبلغه؟ اي نعم، قلنا الاحاديث. طيب فوق ده كله كمان لازم اصلي عليه في مكان؟ لا، في اي مكان. تمام، حيثما كنتم فصلوا علي فان صلاتكم تبلغني. جميل. فوق ده كله بقى انا صليت على النبي، النبي هيرد علي؟ اي والله هيرد على حضرتك لما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ايه الدليل على كده؟ اسمع الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الآن النبي عليه السلام هيرد علينا السلام. الله، لأنه مش هيرد علينا الصلاة، إنما هيرد علينا السلام صلى الله عليه وسلم. يبقى لما تقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، فالنبي يرد عليك السلام في لحظتها، لأن الملك بلغه وهو رد عليك. هتقول لي طب هيرد على مين ولا على مين؟ هيرد على كله، هيرد على كله، ودي قدرة ربنا يجعلها في النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي أكرم من جميع الملائكة التي خلقها الرحمن سبحانه وتعالى، وملك واحد ربنا أعطاه سمع العباد أجمعين، فلو الكرة الأرضية كلها صلت على النبي في لحظة واحدة، الملك ده يسمعهم كلهم في لحظة واحدة ويبلغ النبي في لحظة واحدة. فوق ده كله ملك الموت عليه السلام حينما يقبض الأرواح ممكن يكون في حرب في بلد، وحرب في نفس الوقت في بلد تانية، وحرب في بلد 5 و6 و10 و100، واخد بالك؟ وهو بيقبض الأرواح، يقبض الأرواح بتاعة كل الناس دي كلها في لحظة واحدة رغم اختلافهم في كل البلاد، لأن هذه الأمور لها كيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لما حضرتك تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يرد النبي عليك السلام، قال: إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يبقى حضرتك دلوقتي لما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حالا، والله حالا بيرد على حضرتك السلام وباسمك وباسمك. الله أكبر. طيب تعال نشوف بقى رقم 17، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تدل صاحبها على طريق الجنة. واللي ما يصليش على النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم من لفظي عشان ما حدش يقولني كلام ما قلتوش، قد يخطئ طريق الجنة، لأنه لا يوفق إلى الصلاة على النبي إلا صاحب القلب المليء بالحب والطاعة والإيمان والعقيدة الصحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. يعني لو واحد قاعد كده وكل ما تذكر النبي قدامه لا يمكن يصلي عليه، لو قلت له صلي على النبي مش عايز يصلي عليه، فهو خطئ طريق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رافض يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، خطئ طريق الجنة. الله أكبر. الرواية الثانية كما عند ابن ماجه بسند صحيح: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. يبقى نسي هنا ده مش متعمد، مش متعمد، بس هو لما بتقول له النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينساه، آخر حاجة يفكر فيها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبيقول لك ما دمت أنت نسيني فأنا كمان هنساك، وطريق الجنة هينساك، وسبحان الله ولا توفق إلى أي خير ما دمت أنك تنسى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو سبب كل خير، حبيب الرحمن سبحانه وتعالى، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أبى الله أن يجعل، واحفظ الجملة دي: أبى الله أن يجعل طريقا إلى الجنة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني إلا من رفض. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ في حد في الدنيا يرفض يخش الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللي بيعصى النبي عليه السلام يبقى هو اللي رافض الجنة، هو مش عايز الجنة.
يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم طريق النبي هو طريق الجنة، هو طريق مرضاة ربنا، هو طريق محبة ربنا، هو طريق جنة ربنا سبحانه وتعالى. رقم 18: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لحسن الخاتمة وتبشير العبد بالجنة. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله، يبقى نازلين لثلاث حاجات: ألا تخافوا، ما تخافوش من اللي جاي، إن شاء الله القبر كله نعيم، إن شاء الله يوم القيامة يعدي كده كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، إن شاء الله تشربوا من حوض النبي، إن شاء الله تكونوا في ظل عرش الرحمن، إن شاء الله تعدوا على الصراط كطرف العين، إن شاء الله تخشوا الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن إيه؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا، ما تحزنش على اللي أنت سبته في الدنيا. ممكن تكون في الدنيا عندك قصور وعندك شركات وعندك فلوس وعندك أموال، فلما يجي عند الموت كده أنت حزنان بقى بعد ما عملت كل دوت وجمعت كل دوت، أسيبه وأروح؟ أيوة سيبه وروح، لأن النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا، كل الدنيا مش ممتلكات حضرتك بس، كل الدنيا، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الدنيا لو حضرتك تملكها لوحدك والناس كلها لا يملكوا منها أي شيء، فالدنيا كلها على بعضها لا تساوي قطرة المية اللي طلعها صباعك من المحيط من البحر. تخيل حضرتك. يبقى إذن ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. دول مين يا جماعة؟ دول الناس اللي ربنا وفقهم، قالوا ربنا الله ثم استقاموا عملوا صالحات واستمروا على الطاعة. ومن بين الأعمال الصالحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب للفوز بهذه المنقبة، إن الملائكة تنزل تبشرك بأن أنت لا تخاف ولا تحزن وأبشر بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. رقم 19: الصلاة على النبي من أسباب النجاة من عذاب القبر. طبعا النهاردة في ناس ربنا يعافينا ويعافيكم بينكروا عذاب القبر. طب ليه بتنكر عذاب القبر؟ طب ما بالمرة تنكر نعيم القبر. واخد بالك؟ لو كنت هتنكر عذاب القبر تنكر نعيم القبر. طب وليه تسيء الظن بالناس وتظن ان المسلمين سيعذبون في قبورهم؟ طب ليه ما تحسنش الظن وتقول ان شاء الله الناس المؤمنين اهل الايمان واهل الطاعه المحجبه، الانسان التقيه، الانسان الملتزم اللي بار بوالديه، الانسان الخلوق اللي بيحافظ على فرائض الله المولى عز وجل وعلى سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله ينعم في قبري. فلو هتلغي العذاب يبقى تلغي النعيم. والادله كلها تدل على ان الاثنين موجودين يا جماعه، لان ما ينفعش ان الانسان يعيش حياته كده بلا حساب ولا عذاب ولا نعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. تخيل حضرتك لو إنك دخلت قبرك، يا رب يجعل قبوركم يا رب روضة من رياض الجنة جميعا يا رب بلا استثناء. تخيل لو دخلت قبرك وواحد أنت عارف إنه كان عياذا بالله ما بيصليش وبيسب الدين وخمرجي وبتاع مش عارف ايه وبيشرب مخدرات وكان بيأذي الناس وكان بيظلم الناس، وانت في قبرك بتنعم وهو منعم جنبك. طب ربنا سوى بينكم، ده مش ظلم ليك؟ طبعا ظلم ليك. واخد بالك؟ يبقى لابد يكون كل واحد يا جماعه ليه حساب على قدر اعماله. واخد بالك؟ دوت ينعم في قبره وده يعذب في قبره. واخد بالك؟ ده ينعم يوم القيامه وده يعذب يوم القيامه، والا ما خلق الله عز وجل الجنه والنار. يبقى بدنا هنركن عذاب القبر، نركن بقى ننكر ايه؟ ننكر النار بالمره. واخد بالك؟ فالانسان لابد ان هو يا جماعه يبقى عارف ان في ثواب وفي عقاب وفي جنه وفي نار وفي نعيم في القبر، وبنقولها من باب البشاره، وفي عذاب في القبر. طبعا الاثنين موجودين يا جماعه. والنعيم ده انا والله وخشوا على موقعي هتلاقي فيه درسين عن نعيم القبر 4 ساعات يا مسلمين، والله 4 ساعات اقسم بربي، 4 ساعات في حلقتين، كل حلقه كانت ساعتين كنت بتكلم عن نعيم القبر. تخيل لدرجه جاني يومها والله ما انسى، جاني مئات الرسائل على الموبايل الكلام بتاعها كالآتي: والله حببتنا في الموت عشان نخش قبورنا ونشوف النعيم اللي انت ذكرتهن ووصفتهن في الدرسين دولت. يبقى إذن إيه؟ من أسباب النجاة من عذاب القبر ومن أسباب الفوز بالنعيم في القبر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من جملة الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. طيب رقم 20: سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة. زي ما قلت لحضراتكم برضو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ففي العبادة اللي عملها ديت من ضمنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجي يوم القيامة يلاقي يوم القيامة ده ما شاء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو يوم القيامة طوله قد إيه؟ 50,000 سنة. يمر على أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الصلاة وأهل العقيدة الصحيحة
وأهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. الله، الدليل يا شيخ محمود بعد إذنك، على عيني تحت أمر حضرتك، هذا اللي اتفقنا عليه، لا أقول كلمة إلا بدليل من الكتاب أو من السنة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الحاكم سند صحيح، قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، يعني حوالي 3 ساعات. تخيل حضرتك يوم القيامة، كل اليوم القيامة ده كله 50,000 سنة، والناس حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق رؤوسه، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال: يا رب سلم سلم. وحضرتك في ظل عرش الرحمن تأكله زيادة كبد النون، زيادة كبد الحوت، الوجبة التي أعدها لكم مالك الملك وملك الملوك، كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم. ثم تشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت أيضا في الحديث الذي رواه مسلم. ثم تدخلون الجنة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت أيضا في الحديث الذي رواه مسلم. الله، ده كان مسلم جميل قوي، ان كل الاحاديث دي كلها رواه مسلم. طبعا شوف حاجه جميله قوي، ان الانسان يتنعم كل هذا النعيم بالاعمال الصالحه بفضل ربنا اولا، لأن النبي قال كده كما في البخاري ومسلم: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. مفيش حد فينا عمله هيدخله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لأن الجنة دي فضل ربنا ورحمة ربنا، والإنسان لما هيخش أولا، أنا بعبد ربنا إزاي؟ بعبده بتوفيقه، ربنا اللي وفقني، ربنا اللي أقامني في الدعوة دي عشان أقعد دلوقتي أبلغكم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كان ممكن أكون أي حاجة تانية خالص، كان ممكن دلوقتي أكون ربنا يا رب يعافينا يا رب ويثبتنا على الإيمان يا رب، كان ممكن أكون داعية إلى الفساد، كان ممكن أكون دلوقتي بدعوكم مثلا إن أنتوا ترقصوا، إن أنتوا تغنوا، إن أنتوا تشربوا خمر، إن أنتوا تعملوا، لكن ربنا أقامني في إن أنا أقول لكم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فضل ربنا قدر الإنسان عند ربه، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. وفضل ربنا عليكم أنتم كمان، إن أنتم تقعدوا قدامي دلوقتي عشان أقول لكم صلى على النبي، فتقوم مصلى على النبي فيصلى عليك 10 صلوات ويغفر لك 10 سيئات ويديك 10 حسنات ويرفعك في الجنة 10 درجات، لأن ده فضل ربنا عليك، لأن ربنا أقامك في هذا المقام إن أنت تسمع هذا الدرس وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 21، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب، وركز معايا، سبب للفوز بالشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أصل حضرتك مش واخد بالك وحضرتك مش واخد بالك إن أنتوا لما بتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الملك بيقول للنبي: فلان صلى عليك دلوقتي، فلانة صلت عليك دلوقتي. وأنا والله كل الأحاديث ذكرها لكم. بالمناسبة أقول لكم منهجي في الأحاديث في كل ما ذكرته في حياتي كلها على مدى ربع قرن، كل الأحاديث التي أذكرها تقريبا بخاري ومسلم، أو أحاديث صححها أو حسنها الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وجعل الله ذلك كله في ميزان حسناته. فكل الأحاديث ما بين الحديث الصحيح وما بين الحديث الحسن، وما رويت لكم في هذه الفضائل ولا هذه الثمرات ولا حديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بيسمع من الملك إن حضرتك بتصلي عليه بالاسم: فلان بيصلي عليك يا رسول الله، فلان ابن فلان بيصلي عليك الساعة دلوقتي يا رسول الله، وفلانة بنت فلان بتصلي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عرفك وعرف أسماءكم وعرف أمته صلى الله عليه وسلم، هيحفظ إيه ولا إيه؟ هيحفظ صلى الله عليه وسلم وهيعرف، خد بالك. فلما تيجي يوم القيامة والملك يقول له: فلان يا رسول الله اللي كان بيصلي عليك، الله على اللذة والجمال يا جماعة، الله على اللذة والجمال. تخيلوا لما نيجي يوم القيامة عطشانين طالعين من قبورنا بعد فترة طويلة وطالعين عطشانين، كما قال ابن مسعود: يحشر الناس يوم القيامة أعطش ما كانوا وأجوع ما كانوا وأعرى ما كانوا، فعطشانين جدا طالعين من القبور عطشانين. فلما نيجي نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فلان الفلاني يا رسول الله، لأن الملك عارف مين اللي كان ما بيتبعش النبي فيزوده عن الحوض ويبعده، ومين اللي كان بيستنكف ويستكبر إنه يصلي على النبي فيبعده. إنما بقى الإنسان اللي كان بيتبع النبي وبيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الملك يقول له: يا رسول الله فلان اللي كان بيصلي عليك يا رسول الله. فالنبي يقدم لك الشربة بإيديه، شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا.
يبقى سبب للشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 22، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لوفور نور العبد على الصراط وتثبيت أقدام العبد على الصراط. الصراط كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، وإن كان اللفظ دوت موقوف على أبي سعيد الخدري، لكن مثل هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا من الأمور الغيبيات التي لا تعلم إلا بوحي من عند الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى وطول الصراط بقى حاجة لا تخطر على قلب بشر، شرحتها لكم قبل كده حينما تكلمنا عن موجز أنباء الآخرة، ترجع البرنامج تعرف بقى في درس الصراط. فشوف بقى يوم القيامة، تخيل حضرتك لما تيجي تعدي على الصراط، وانت معدي على الصراط صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تبقى نور، والصراط أصلا ضلمة لأنه منصوب على متن جهنم، وجهنم سوداء قاتمة. فلما تعدي تلاقي النور قدام عينيك، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الله، فأهل الإيمان وأهل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النور قدامهم وعن يمينهم صلى الله عليك يا رسول الله. فتلاقي النور، وفوق ده كله كمان تثبيت الأقدام على الصراط، لأن اللي هيقع هينزل في النار، فتأتي صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت أقدامك لحد ما تعدي الناحية التانية. خلصنا كده 22 ثمرة من ثمرات النبي عليه السلام، فاضل بس 3 ثمرات فقط أستأذنكم إن أذكرهم بعد الفاصل مباشرة، بعد ما نرجع لكم، ثم نستقبل تليفوناتكم. فاصل قصير صلي فيه على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا رب اجمعنا وإياكم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة يا رب العالمين. يا رب وفقنا لكثرة الصلاة على النبي ولاتباع النبي ولطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن احنا يوم القيامة نحشر مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم زي ما اتحرمنا منه في الدنيا، ربنا يجمعنا بيه في الجنة. ركزوا اليومين دول بالذات يا جماعة، احنا عايشين في وقت فتن شديدة جدا جدا، إن الإنسان فاكر إنه لما تكون الدنيا من حواليه خلاص بقت فتن ومشاكل والناس عمالة بتخبط في بعضها إن هو ده يبيح له أو يديه الحق في إن هو ما يصليش وإنه يبعد عن ربنا، وإن لو لابس حجاب تقلع الحجاب. عايز أقول يا جماعة، لو سقط الخلق أجمعين، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، لو سقط الخلق أجمعين في بئر المعاصي خليك أنت الطائع. شوف قد إيه أنت أمة ولو كنت وحدك، يعني لو كنت أنت وحدك بس اللي بتطيع ربنا فأنت أمة. خد بالك، إن إبراهيم كان أمة. خد بالك، وحضرتك أمة لو كنت بتطيع ربنا في وسط أمة كاملة بتعصى ربنا سبحانه وتعالى. أنا ماليش دعوة بحد اللي بيستمر إن هو يبعد وما يصليش على النبي ويعصى ربنا ويترك الصلاة ويفعل ويفعل ويفعل. اللي يستمر بندعي له إن ربنا يهديه وما بندعيش على حد. لكن في نفس الوقت خد بالك إن أنت لازم تحافظ على دينك ولازم تحافظ على إيمانك، لأنك أنت هتسأل أمام الله وحدك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تعال نرجع لفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا 22 ثمرة، الله فاكرهم؟ حاول تكتب عناصرهم كده بكرة لما تسمع إعادة الحلقة، اكتب بس العناصر، وحاول بقدر الإمكان الحلقة ديت تسجلها أو خدها من على النت واديها لحبايبك وقول لهم صلوا على النبي. كل اللي هيصلي على النبي هيبقى في ميزان حسناتك أو ميزان حسناتك، لأن حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. الله، يعني أنا لو قلت لحضراتكم دلوقتي صلوا على النبي، لو قاعد قدامي مليون بيصلوا دلوقتي على النبي في ميزان حسناتي، ميزان حسنات القائمين على القناة، المخرج، المصورين، حتى اللي قدم لي كوباية الشاي، كلنا جميعا كده ناخد ثواب بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 23 من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للفوز بشفاعة النبي. نفسك ربنا يشفع لك، نفسك النبي يشفع لك صلى الله عليه وسلم. والله العظيم من فضائل ذلك ان انت تصلي على النبي عليه السلام تفوز بشفاعة النبي يوم القيامة، لما تلاقي نفسك في اهوال وافراح يوم القيامة،
ونفسك ان ربنا ينجيك، ونفسك ان ربنا يدخلك الجنة، ونفسك حد يشفع لك لان عندك شوية ذنوب تعباك شوية، تأتي صلاتك على النبي فتكون سببا في ان انت تخش جنة الرحمن، وان انت تفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى ده سبب من أسباب الفوز بالشفاعة، إن أنت تسأل المولى عز وجل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، آت محمدا الوسيلة صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: من صلى علي أو سأل لي الوسيلة، يبقى هنا من صلى علي أو سأل لي الوسيلة حقت له أو حقت عليه شفاعتي يوم القيامة. السبب اللي بيوضح برضو الحديث نفسه برضو في الحديث الثالث، حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي 10 حين يصبح، الله، 10 إيه حين يصبح، و10 حين يمسي، أدركته شفاعتي يوم القيامة. يبقى أنا لما أقوم الصبحية كده بعد صلاة الصبح كده مصليها، أو أصلي على النبي 10 مرات. وبعدين مش عايزين نبقى بخلة، مش 10 بقى، يبقى 10 بالظبط يعني. زود من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام: إذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. يبقى إذا إيه؟ تصلي على النبي الصبح 10 مرات، تصلي على النبي بالليل 10 مرات بعد العصر كده يعني، تأتيك الشفاعة يوم القيامة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث: من صلى عليه 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته. أدركته دي كأن الشفاعة هي اللي بتجري وراك، كأن الشفاعة هي اللي هتجيبك، تعالى. أدركته شفاعتي يوم القيامة. يبقى من أسباب الفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 24، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب دخول الجنة، لأن زي ما قلت لحضراتكم هو العمل الصالح فايدته إيه؟ أولا مرضاة الرب سبحانه وتعالى، ثانيا إن أنت تنجو من عذاب الله، وإن أنت تفوز بنعيم ربنا سبحانه وتعالى، سواء في القبر، سواء في يوم القيامة، سواء على الصراط، سواء في الجنة. واخد بالك ان ربنا سبحانه وتعالى يدخلك الجنة بالعمل الصالح ده، مش انت هتخش الجنة بالعمل، العمل ده سبب وربنا هو اللي وفقك للسبب، انما الاصل انت هتخش الجنة اصلا برحمة ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا هو اللي وفقك للعمل الصالح، ولما وفقك قبل منك العمل الصالح ودخلك الجنة على التقصير اللي احنا فيه. وبعدين لما نقع في ذنب، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولما بنقع في ذنب الله عز وجل يلهمنا بالتوبة، ثم نتوب ثم يتقبل توبتنا. يبقى 3 أطراف للتوبة وضحها المولى عز وجل في سورة التوبة على ال3 الذين خلفوا في غزوة تبوك، فقال جل وعلا: ثم تاب عليهم ليتوبوا، ألقى في قلوبهم التوبة، أدي الطرف الأولاني، فلما تابوا أدي الطرف الثاني، فقبل توبتهم ده الطرف الثالث. يبقى إذن إيه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول جنة الرحمن سبحانه وتعالى. هتلقى اتصالاتكم حالا. آخر سبب هو إن الصلاة على النبي سبب للقرب من النبي، إن أنت تكون قريب قوي من النبي، مش مجرد دخولك الجنة. مش الراجل قالها للنبي عليه السلام، قال له: يا رسول الله، فإذا ما ذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى أن لا أراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من مين؟ من الله، وكفى بالله عليما سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. قال له جبريل هكذا، وفي رواية: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. وبخاصة بقى في يوم الجمعة، يوم الجمعة بقى ليها خاصية معينة، أنت بتصلي على النبي على طول صلى الله عليه وسلم، وحضرتك بتصلي على النبي على طول، لكن يوم الجمعة كتروا من الصلاة. ليه؟ لأن هو اللي قال لنا كده صلى الله عليه وسلم. حديث أيضا رواه الحاكم بسند صحيح، قال: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته، صلى الله عليه وآله وسلم. يا مصطفى،
يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي، ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيد، ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد، قد لامني فيه الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي، يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان الكتالوج اللي فتحناه، ذكرنا فيه 25 ثمرة من ثمرات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. برجاء الله يبارك فيكم، برجاء اكتبوا العناصر ديت، اللي مش قادر يكتبها هيلاقي العناصر دي كلها بفضل الله سبحانه وتعالى موجودة في كتيب عاملينه اسمه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ما يقدرش يجيب المجلد بتاع الحقوق موجود كتيب اسمه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هاتوا ووزعوا على حبايبك، او هاتوا واقرأوا وارفعوا على النت وادي للناس، اكتبوا وادي للناس ببلاش، واخد بالك؟ هدفنا فقط ان الناس تكتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معانا ابو رفيد، السلام عليكم. الو، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام حبيبي. كيف أحوالك يا شيخ؟ أحمد الله إليك. والله أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه. عندي 3 مسائل. تفضل حبيبي. المسألة الأولى أن تدعو لي ولزوجتي أن يرزقنا عمرة أو حجة في أقرب وقت. أسأل الله أن يرزقكما وأن يرزق جميع المشاهدين عمرة وحجة، وأن يتابع لكم بين الحج والعمرة. آمين يا رب العالمين. وعندي سؤالين. تفضل حبيبي. المسألة الأولى في الحجاب. نعم. وصفة الحجاب الشرعي. نعم. لأن عندي خلاف بيني وبين زوجتي. نعم. في صفة الحجاب. نعم. هي تعرف شروط الحجاب. نعم. كأنه فضفاض وبدون لون، لكن الصفة هل الحجاب يبدأ من الكتف أم من الرأس، أم الحجاب مقصود به الجلباب أم النقاب؟ هناك مسائل خلافية بيني وبينها. نعم. هي تسمعك الآن. حاضر. أرجو من حضرتك أن تبين لها صفة الحجاب الشرعي. حاضر حبيبي، عينيا حاضر. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة يا أبو رفيدة، ربنا يعز حضرتك ويبارك في زوجتك ويبارك في جميع المسلمين يا رب العالمين. عايز أقول حاجة يا جماعة، إن من ضمن أسباب نصرة المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة المسلمة تلبس حجاب. وهجيب لكم دليل عجيب جدا. المولى عز وجل حينما تكلم في كتابه سبحانه وتعالى فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله، خد بالك بقى، شوف الآية بتقول اهي، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وبعدها قال إيه؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بعدها مباشرة ماذا قال جل وعلا؟ قال يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. يبقى لبسها للحجاب نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، نصرة لدين الله ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للحجاب أخي أبو رفيدة، ربنا يعز حضرتك ويبارك فيك يا رب العالمين. المقصود بالحجاب إن هو ستر الجيب دوت، ستر طبعا غطاء الرأس أولا، ثم ستر الجيب اللي هي بيسموها فتحة الديكولتيه، بمعنى ان انا مش هلبس اشارب كده زغنطط والمنطقة دي كلها مكشوفة، الرقبة مكشوفة او متجسمة او منطقة الصدر تكون مجسمة. فالمقصود سواء لبست جلباب، خد بالك من الكتف اهو، لبست جلباب وعليه خمار فهذا هو صفة الحجاب، او لبست بيسموه ايه، بيسموه ما اعرفش بيسموه اسدال ولا بيسموه ايه بالظبط، اللي هو بيجي من فوق الراس كده مباشره وينزل ايه على طول على الجسد، فهذا ايضا حجاب. يبقى ده بيؤدي الى معنى الحجاب وهذا بيؤدي الى معنى الحجاب، والاثنين بفضل الله حجاب. المهم يكون ايه، يكون مغطي نازل كده من عند المنطقه ديت، من عند المنطقه ونازل كده على طول بايه فضفاض على الجسد، ما يكونش بيجسم منطقه الرقبه ولا منطقه الصدر. طيب في واحده لسه بتبدا بقى، ده حكم تاني خالص. واحده يعني كانت مثلا متبرجه وكان حالها مش عارف عامل ازاي، وبدات يعني لبست حته اشارب كده ودارت جسمها ولبست جيبه واسعه، بنقول لها جزاك الله خيرا وكملي،
ما بنيأس حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ولا نسخر من أحد ولا نستأذن أحد، بنقول كملي إن شاء الله. حتة اللون في بعض الناس يا جماعة، وده هذا يعني من التشدد ومن المبالغة المرفوضة في الإسلام. في ناس كانت فاكرة والله العظيم مساكين والله، في ناس كانت فاكرة إن حجاب المرأة لا يصلح إلا إنه يكون لازم لون أسود. مين قال الكلام ده؟ مين اللي فرض على المسلمة إنها تلبس لون الأسود؟ لو لبست اللون الأسود بمزاجها جزاها الله خيرا، لكن في ألوان تانية تجوز، زي الزيتي مثلا، زي الرمادي، زي البني، زي الكحلي، واخد بالك؟ كل الالوان اللي هي مش ملفته للنظر تجوز في الحجاب يا جماعه. فما نجيش نقول لواحد عايز تلبس حجاب لا يصلح الا الاسود، لا، هذا فيه شيء من المغالاه. فاذا هي لو لبست اخي الحبيب، لو لبست جلباب ومن فوقيه خمار نازل فضفاض على فتحه الديكولتيه والصدر ومش مجسمها، فهذا يسمى حجاب. ولو لبسته من فوق الراس كده ونزل من هنا فضفاض على الجسم كله، ايضا يسمى حجاب. ربنا يحفظنا. الأستاذة نورة من إسبانيا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أول حاجة عايزة أقول لك أنا بحبك في الله. ربنا يحبك ويسترك ويبارك فيك يا أخت نورة. وحاجة تانية، أنا عايزك تدعي لي بالهداية، لأني مش عاملة حجاب. طب إن شاء الله يا أخت نورة أنا هدعي لك، وأنت توعديني نصرة لله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، توعديني ان انت تلبسي حجاب، وتأكدي ان ربنا هيكرمك. هدعي لك انا والمشاهدين دلوقتي حالا ان ربنا يا رب يصلح حالك ويكرمك ويسعدك في الدنيا وفي الاخره، ويغنمك ان انت تكوني في صحبه النبي في الجنه يوم القيامه. البسي حجابك ان شاء الله. الانسان ما يعرفش هيعيش لحد امتى، فلعل وعسى تباتي الليله دي على نيه لبس الحجاب، لعل وعسى تكون النيه دي سبب دخولك الجنه ان شاء الله. اتفضلي يا اختي نور. وحاجة ثالثة أنا فضل. عايزة أستفسر منها، أنا ستي متطلقة. نعم؟ أنا ستي متطلقة. نعم، اتفضلي. أنا ستي متطلقة وعندي بنت. نعم. وسايباها مع أمي. نعم. وأنا بشتغل في إسبانيا. نعم. عايزك تدعي لي كان مش عارفة أتكلم مصري. عايزك تدعي لي ربنا مش عارفة أتكلم ربنا يبارك عربي. لك، ربنا يبارك لك في بنتك. فيها. أيوة نعم، ربنا يبارك لك في بنتك ويجعلها قرة عين لك في الدنيا وفي الآخرة، وينبتها نباتا طيبا، وتكون من نبتة صالحة، وإن ربنا سبحانه وتعالى يرزقها الحياء والحجاب والصلاة والعبادة، ويرزقها برك وبر والدتك، ويحفظكم يا رب، ويجمعنا وإياكم في الجنة يا رب العالمين، اللهم آمين. الأستاذة زينب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. أنا هطلب منك بقى إن حضرتك تصلي على النبي بقى. اللهم صل وسلم وبارك عليك. حضرتك عمال تاخد في ثوابات، فإحنا ناخد بقى إن شاء وانتوا الله. والله واخدين معايا والله، ده انتوا مجرد بس ما بتردوا عليا تقولوا اللهم صل على سيدنا محمد، يا والله واخدين الثواب. اللهم صل وسلم وبارك عليك. عليه الصلاة والسلام. الله يبارك لك يا شيخ. أنا عايزاك تدعي لابني مريض. الله يشفيه يا رب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. حضرتك تدعي له وكل المشاهدين يدعي له إن شاء الله ربنا يشفيه. حاضر وأنا حاضر. عايزة أوصل حاجة. أنا شفت رؤية، شفت إن أنا بكلم الشيخ عبد الرحمن السديس. نعم. بقول له يا شيخ ادعي لابني، فقال لي لو ابنك معاكي كنت خليته دخل الكعبة وهو دعا لنفسه. فأنا قلت له هو معايا. قال لي هاتيه. نعم. فادعي لي ان ربنا يرزقني الحجه. فانا يعني انا برضو مش قادره على الحج، بس ادعي لي. ربنا يكرمك ان شاء الله. عارفه يكتب لي حجه انا بالنية الطيبة يا اختي زينب، ربنا يعزك ويحفظك ان شاء الله عشان ربنا يشفيه. انوي نية طيبة كده ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى والله يرزقك من حيث لا تحتسبي. تلاقي حاجة كده جات لك كده من عند ربنا سبحانه وتعالى، خزاينه لا تنفد. خلي عندكم يقين وثقة في الله يا جماعة، خزاين ربنا لا تنفد أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فضل دقيقتين. طب ندعي بقى في الدقيقتين دول، لأن احنا أهم حاجة عندنا الدعاء. بالله عليكم بوصيكم قبل ما نبدأ في الدعاء، بالله عليكم لا تنسوا فضل الصلاة على النبي، ووصلوا المحاضرة دي لحبايبكم كلها علشان يعرفوا فضل وثمرات الصلاة على النبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم
أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا جميعا الصلاة على حبيبك، اللهم ارزقنا الصلاة على النبي، اللهم ارزقنا الصلاة على النبي. اللهم صب الخير على مصر وجميع الأمة الإسلامية صبا صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في غزة، اللهم أغث إخواننا في غزة. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم بارك في أولادنا، اللهم اهد أولادنا واهد أزواجنا واحفظ بيوتنا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.